الاسعار ولعت والتاجر قافل المحل في وشك، الشركه طالبه منك تارجت خيالي. لو فاكر ان دي ازمه تبقى غلطان، ده موسم القناصين اللي هيطلعوا منه بفلوس وعمولات عمرهم ما حلموا بيها. عايز تعرف الخطه؟ كمل الفيديو ده للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل قناصين؟ عاملين ايه؟ النهارده ميعادنا في دردشه جديده من دردشات المبيعات، وكالعاده وقبل اي كلام ما ننساش نصلي ونسلم على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيدنا النبي محمد علمنا ان الامانه هي اصل التجاره، واحنا النهارده جايين نطبق ده في عز الازمات. لو حاسس ان السوق ناشف والاسعار كل يوم في حال، فانت النهارده في المكان الصح. النهارده انا مش جاي اديك نظريات، النهارده انا جاي اديك خطه الطوارئ اللي هتخليك تبيع في عز ما الناس كلها قاعده تشتكي. النهارده هنتكلم في 3 محاور رئيسيين اهم من بعض. المحور الاول، ازاي تقرا نفسيه التاجر وقت غلاء الاسعار وتخليه يثق فيك انت وبس. المحور الثاني، تكتيك تامين الحصه اللي بيخلي طلبيتك تنزل غصب عن اي منافس. المحور الثالث، الرد القاتل على كلمه المنافس ارخص منك وازاي تحل الاعتراض ده في ثواني. ركز معايا جدا في المحور الاول، لانك لو فهمت دماغ التاجر هتقدر تفتح خزنته حتى لو السوق واقف. يلا بينا نبدا. خلينا ندخل في المهم. مبدئيا، ازاي تقرا نفسيه التاجر وهو بيشد في شعره من غلاء الاسعار؟ عارف ايه اكبر غلطه بيقع فيها 90% من المناديب اول ما السعر بيغلى؟ انه بيدخل للتاجر كانه متسول. معلش يا ابو فلان، والله غصب عني، الشركه هي اللي غلت علينا. اول ما بتعمل كده التاجر بياكلك. التاجر في الازمه ما بيدورش على الارخص، التاجر بيدور على اكتر واحد هيحميه. القناص بيدخل وبيقول للتاجر انا عارف ان السوق بيغلى وعارف انك خايف ان السيوله تتربط في بضاعه غاليه، عشان كده انا مش جاي ابيعك، انا جاي اعمل لك تأمين لمخزونك قبل ما الدفعه الجايه تزيد 10% كمان. لما بتنقل نفسك من بياع لمستشار امان، التاجر بيفتح لك الدفتر وهو اللي بيتحايل عليك عشان تنزل له الطلبيه. بس استنى، ازاي تضمن ان الطلبيه دي هتنزل فعلا والمنافس واقف بره ومعاه سعر اقل منك؟ ده اللي هنشرحه في المحور الثاني، تكتيك تأمين الحصه. ركز عشان الكلام اللي جاي سم. نيجي بقى للمحور الثاني، تكتيك تأمين الحصه. ازاي تضمن طلبيتك في عز النقص؟ في الازمات العميل بيخاف من حاجتين، ان السعر يغلى زياده او ان البضاعه تخلص خالص من السوق. القناص بيلعب على النقطه دي بذكاء، ما بيقولش للتاجر تشتري، بيقول له يا ابو فلان الكميه اللي موجوده في المستودع دلوقتي محدوده جدا بسبب ظروف الملاحه وازمه هرمز، وانت عشان تعز عليا حجزت لك حصتك بناء على مسحوبات الشهر اللي فات. لما بتحط للتاجر كميه محدوده وبتقول له دي حصتك المحجوزه، انت بتنقل عقله من خانه اوافق ولا لا لخانه الحق اخد حصتي قبل ما تروح لغيري. دي الطريقه اللي تخليك تقفل التارجت بتاعك والمناديب التانيين لسه واقفين عند التاجر بيترجوه ياخد كرتونه واحده بس. طيب لو التاجر قال لك كلامك صح يا قناص، بس المنافس بتاعك جال الصبح وعرض عليا سعر اقل من سعرك بكتير، هتعمل ايه؟ هتنزل في السعر وتخسر عمولتك؟ لا طبعا. الرد المسكت في المحور الثالث. كمل معايا. وصلنا للمحور الثالث، الرد المسكت لما التاجر يقول لك المنافس ارخص منك. اول حاجه، اوعى تتهز وتبدا تبرر السعر. القناص بيبتسم وبيقول يا ابو فلان الرخيص دايما غالي في الاخر، المنافس بيبيع لك سعر بس انا ببيع لك حمايه لمكسبك. قول له بكل وضوح المنافس لو نزل لك ريال ممكن يقطع عنك البضاعه في اي وقت لو السوق اتغير، او لو جه تاجر خد منه ضعف كميتك، لكن انا بضمن لك استمرار التوريد، وبضمن لك كمان انك مش هتخسر زبونك اللي اتعود على الجوده دي. في الازمات التاجر بيشتري استقرار مش بيشتري توفير، وانت لازم تكون رمز الاستقرار ده في منطقته. دايما نربط السعر بخدمه ما بعد البيع وبسرعه التحميل وبتامين الحصه اللي اتكلمنا عليها في المحور الثاني. التاجر لما يحس انك سند ليه، الريال ولا الريالين الزياده مش هيفرقوا معاه. لو عايز الردود الجاهزه لكل انواع الاعتراضات في الميدان اللي بتسمعها وتعرف ازاي تقفل البيع وانت واقف، فالحل موجود في خريطه طريق القناص. كمل معايا عشان اقول لك ازاي تستلم النسخه بتاعتك فورا، سواء كنت في المملكه او في اي حته في العالم. بص يا قناص، الخلاصه، السوق في 2026 مش بتاع اللي بيعرف يبيع بس، ده بتاع اللي بيعرف يدير الازمه ويطمن العميل. افتكر دايما، اقرا نفسيه التاجر، امن حصته ورد على سعرك بثقه
انك السند مش مجرد بياع. لو طبقت الثلاث حاجات دول اوعدك انك هتكون الرقم الصعب في منطقتك مهما كانت الظروف. لو عايز تسرع النتيجه وتعرف الشفرات والردود اللي بستخدمها انا شخصيا في الميدان، ادخل دلوقتي على الرابط اللي في اول تعليق. خريطه طريق القناص بقت متاحه حاليا عشان مفيش مندوب تفوت الفرصه دي. شكرا لوقتكم، وفي النهايه ما تنساش تابعني وخليك قناص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.